السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي، وحياكم الله أينما كنتم داخل الوطن وخارج أرض الوطن الحبيب. كما كتشوفوا في الفيديو، كما كتشوفوا في المينياتير، كما كتشوفوا في العنوان ديال هذا الفيديو، هذا بخصوص الخبر الحصري اللي كان في منصة عيشة ربالة البارح ديال يونس مربوحة اللي تيقول بأن القناة مربوحة غادي ترجع، وكيعلن على الزواج ديالو بأن العرس ديالو قريب. ومبدئيا إلا رجعت قناة مربوحة، يعني قناة مربوحة عندها واحد المحتوى نظيف بصراحة، افتقدنا هذاك المحتوى هذاك، كنتمنى الرجوع ديالها قريبا. بالنسبة للإعلان ديال العرس في عرس يونس مربوحة، وتيقول بأنكم راكم معروضين كاملين. بالنسبة للناس هذيك الساعة كانت في الشات في المنصة. مهم عنده محبين ديالو، عنده متابعين ديالو، من طبيعة الحال غيفرحوا معاه من طبيعة الحال، ويونس مربوحة من حقه يتزوج، هذا راه باينة. الى ولكن الحاجة اللي أنا بغيت نتكلم عليها دابا تقريبا جاية العام، والوليدات والمرأة ديالو خارجين من عنده، وخرج تطلق، وخرجت المستحقات اللي خصها تاخذ الزوجه ديالو وياخذ الوليدات ديالو وتراجع، لانه هو قال لك هذاك المبلغ جاه كبير. والمعطيات كلها شنو تتقول بان هذاك السيد راه عنده، يعني هذاك المبلغ اللي خرج لمراته ووليداته راه غير واحد النقطه وسط هذاك الثروه اللي هي عنده. قناه مليونيه كتدخل زبابه الفلوس، كانوا محسنين كيرسلوا الفلوس، كان وهذاك الشيء راه ما تنظنش كيكذبوا عليه. هذاك الشيء راه كاينين شي حوايج يونس مربوحة تظلم فيهم، وكاينين شي حوايج هو ظالم فيهم. للانصاف واحد باش نكونوا منصفين ونكونوا حقانيين، ومن يعني ما نتحاملوا على حتى شي حد. يونس مربوحة تظلم ملي دخل داك الهروالي وشوه بهم في داك القبيله ديالهم، شوه يعني بواحد الشوهه خايبه. من هذيك الناحيه تظلم بصراحه. من ناحيه اخرى باش يبقى يجرجر في ولادو ووليداته ويدير محامين ويخسر عليهم الزباب الفلوس، وهذوك وليداته اولى لو اننا عندنا واحد الضمير وواحد المنطق وواحد العقل نظيف. لو ان ما عندناش ديك يعني ضد فك ولا ضد في الام ديالهم، ولا هذوك راهم وليداتك، انت هذيك السيده ما باغيهاش ياك، وغادي تتزوج وغادي تطلق. علاش بقيتي كتجرجر؟ وعلاش انت الوليدات ما عطيتيهمش الحقوق ديالهم؟ كتسنى تا تحكم المحكمه. هذوك راه ولادك ماشي الاعداء ديالك، هذوك راه خاصك تعطي. انا باش تبان لي الرجوله ديال بصح كان عليك توصل لولادك، توصل ليهم، ما تحسبهمش، وخصوصا انك انت عندك انت ميسور الحال. ولادك ياخذوا شهريا، توصلهم شهريه بدون حكم محكمه. ولادك ما تخليهمش يحتاجوا يوم واحد يحتاجوا الام ديالهم تخدم عليهم، ما تخليهمش يحتاجوا الام ديالهم تنشر العراسات ديالها. انا هنا كنعذرها، نشرت العراسات ديالها باش تدخل الفلوس، لانك كنتي منعتيهم من المدرسه الخصوصيه يعني تحيدات اليوم، خاصها هي تخلص عليهم المدرسه الخصوصيه. كان عليك انت ما تسناش حكم المحكمه. وعباد الله، واحد عنده 4 الوليدات، 4 القطيطات باقيين صغيورين، 4 الوريضات، ما نتسناش حكم المحكمه. ولادي نوصل ليهم مصروفهم، وخا هذاك المصروف ما يتحسبش لاني عندي فلوس، ما نتسوقش. حنا علاش عايشين؟ علاش نخدموا وعلاش نضربوا تماره غير على ولادنا؟ هنا راك ظالم. دوك الفلوس اللي خسرتي عند المحامين ولادك اولى بهم. اللي حكمت لك المحكمه عطيه وسير، الله يعاونك، الله يسهل عليك، سير عيش حياتك. حنا عارفين. شوف من خلال الشات اللي كان البارح، مهم راه كان تيتمسح، لان بصراحه هذاك الشيء انا الى درجه انا شكيت بان السيد واش طبيعي، واش ما شارب حتى شي حاجه. الصراحه هي هذه، لان كانوا شي حوايج ما خصوش يديرهم في الشات. وراه كانت الناس اللي في المنصه اللي عندهم الكلامونيت كانوا تيحيدوا هذاك الشيء، لان ماشي في صالحه، لان هذاك الشيء ضده.
دوك الكلمات اللي كانوا تيتقالوا في الشات البارح هما اللي قلت انا في الفيديوهات ديالي شحال من مره، وبزاف الناس كيهاجموني اللي ما تيحملوش سميره. هو ان هذاك السيد نهار تزوج بالسميره وتزوج بها، هي فايت ليها مزوجه وكبر منه بعامين ولا 3 سنين. هو البارح قال راه كبر مني ب3 سنين. علاه سيدي؟ شكون اللي ملي هي كبر منك ب3 سنين وانت كاع ضرك قلبك، علاش تزوجتي بها هذاك الوقت ولدتي معها 4 الوليدات؟ ولا حقاش هي كبر منك ب3 سنين خاصك انت دير جفاف عندك، خاصك دير انت خماس عندك ملي ولاو عندك الفلوس، ملي وليتي لاباس عليك. اما قبل كنتي قابل عليها فاش كانت هي اللي خدامه وهي مولات الشي وهي مولات الدار، وهي الساعه قبلتي عليها. والساعه كانت سميره ما كانتش دنجاله، كانت زوينه وكانت كلشي فيها زوين. ولكن ملي وليتي ميسور الحال، وميسور الحال راه هي مساهمه في ديك القناه، يعني حب من حب وكره من كره. ملي وليتي ميسور الحال ولات سميره كبر منك ب3 سنين، ولات سميره دنجاله، ولات سميره ولات سميره ولات سميره. داك الكلام انا اللي كنت قلتو هاجموني بزاف الناس، قالوا هو البارح في الشات هو شهد بنفسه. يعني السيد ملي ولا لاباس عليه ما بقاتش معمره ليه العين، هذيك السيده ما بقاتش معمره ليه العين، ولا باغي يتزوج بنت بنوت، بنت معمره مزوجه، لانه هو حتى هو ما عمره تزوج وقال لك تزوج مطلقه. بقات لي ديك الغصه، لان احنا في المجتمع المغربي ديالنا عارفين بان واحد ما عمره مزوج الا تزوج بوحده فايت مزوجه كيبقى عنده بحال نقص نفسانيا في الدماغ ماشي، اما في الواقع راه ما كاينش. سميره تبارك الله كامله مكموله، كامله مكموله، مره ونص. الصراحه هادي بزاف المتتبعين ديالي ما غيعجبهمش الحال، ولكن انا بصراحه دائما الراي ديالي والقناعات ديالي ما تنبغيش نتنازل عليها. انا كما قلت سميره خطات في الراجل ديالها، والراجل ديالها خطا حتى هو فيها. وبصراحه داك من خلال دوك الكلمات اللي قال البارح في الشات انا عرفنا سميره اشنو كانت كتعاني. ملي ولا راجلها مليونير، ملي ولا راجلها لاباس عليه، سميره ولات كتعاني من الاضطهاد والحقره، وبانها دنجاله، وبانها كبر منه ب3 سنين، وبانها مزوج بها وهي فايت ليها مزوجه وهو ما عمره مزوج، وبان كنتمنى يعني المتتبعين ديالي يفهموني علاش نهضر. ما كنت حامل على حتى شي حد، ما كنت حامل على حتى شي حد. وانا تنقول لهذاك السيد بصحتك من حقك تزوج، ولكن عطي للسيده يعني ما تبقاش راهنها، صافي طلقها وعطيها الحقوق ديالها وحقوق وليداتك. وخصوصا انك ميسور، ما كانش بصراحه خاصك توصل الامور حتى لهذا الحد، ما كانش خاصك. كان خاصك وهذاك من اللي خرج الطلاق الاول ما تبقاش تجرجر، وما تبقاوش تحولوا من محكمه لمحكمه، وما تبقاش دير لها رجوع البيت الطاعه في مدينه ورافع عليها سميتو دعوه ديال الطلاق في مدينه اخرى وتجرجر فيها وهي عندها 4 الوليدات. كان عليك على الاقل انت ميسور الحال تراعي دوك الوليدات وتطلقها يعني كما تنقولوا، يعني كما تنقولوا امساك بمعروف او تسريح باحسان. صافي وسير الله يسهل عليك، كل واحد يشد الطريق ديالو ويبقى واحد الموده بيناتكم من اجل دوك 4 الوليدات، من دوك اجل دوك 4 الوليدات، دوك النعمه اللي عطاكم سيدي ربي، لا انت لا هي. ماشي شي كلاشي شي. وبصراحه البارح كان الكلاش شويه فايت القياس، ما كانش عنده معنى. باغي ترجع اهلا وسهلا، القناه ديالكم كان عندها محتوى نظيف، ونتمنى يبقى عندها داك المحتوى نظيف، ونتمنى ترجع بدون كلاشات وبدون، لان هذيك السيده اللي راها ام وليداتك، ساهمت معكم في ديك القناه واحد المساهمه كبيره، وخدمات في ديك القناه واحد الخدمه كبيره. ومهم انت شغلك صافي وليتي لاباس عليك، وليتي مليونير، ما بقاتش معمر عينك، ولات كتبان لك دنجاله، ولات كتبان لك كبر منك ب3 سنين. انت حر، كل واحد الا ما احترمتيش او ما اعترفتيش او ما قدرتيش تنفذ ديك الوصيه ديال الرسول الكريم رفقا بالقوارير، ويعني واوصيكم بالنساء خيرا، يعني الله غالب ان يرجعوا للقناه ديالكم. القناه ديالكم مازال مره اخرى محتواها كان محتوى نظيف، ونتمنى يبقى نظيف لكن بدون كلاشات، لان هذيك السيده هي ام وليداتك وغتكافح. مازال الطريق قدامها، الله يحسن العون، مازال الطريق ديالها طويله، ومازال غتعاني باش تكافئها وتكون وتخلي النفسيه ديالها يعني مستقره من اجل وليداتك. هذيك السيده راها مربيه ديال الوليدات ديالك،
راها دايره معاك واحد الخدمه، وهي انها كتربي لك وليداتك. اذا حافظ على الاقل من اجل وليداتك، حافظ ليها على النفسيه ديالها، ما تبقاش كلاشي. حافظ على النفسيه ديال هذيك السيده لانها هي اللي غتربي لك الولاد، باش دوك الولاد يطلعوا سويين ما فيهمش عقد نفسيه. الام ديالهم الا ضرات راه الوليدات ديالك حتى هما غادي يضروا. المهم كنتمنى نوصلوا لهذا المستوى ديال الرقي في المجتمعات ديالنا، والراجل والمراه الى صافي يعني كما تيقولوا حرام العشره بيناتهم، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، بدون كلاشات. لان اربعه الوليدات، فحافظ على النفسيه ديالها، ما تخرجش كلاشيها، ما تخرجش تبونطا عليها. والصراحه هي هذه، لان هذاك الشيء كنتي دايريه ليها وهي معاك، لان ما بقاتش معمره لك العين، ودابا طلق عليك السيده باحسان، تسريح باحسان. ما قدرتيش تمسكها بمعروف فسرحها باحسان. وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.